ليه مسلسلات رمضان قرف؟ ايه هي مذكرات الشاي ومسلسل عبد العزيز النص؟ كل ده هحكيهولك في الفيديو معايا، بس انا عايزك بقى تجيب كوبايه الشاي ولا كوبايه القهوه وتعالى انا وانت ننم شويه على مسلسلات رمضان ونعك شويه مع بعض. مداح، حكيم باشا، فهد البطل، العتاوله، اشغال شقه جدا، كلها مسلسلات ما كنتش نسيت حاجه انا ما شفتهاش او شفتها. ولكن في مسلسلات كتيرة أوي في رمضان أنا ما أعرفش الناس جابت وقت لده كله منين، وليه التيك توك طافح علينا بالطريقة دي. مسلسل العتاولة بتشوف كمية حريم خارجة لابسة مش لابسة وحاجات ما ينفعش في رمضان خالص بصراحة موجودة في فهد البطل وفي حكيم باشا اللي أنا نفسي أمثل معاه، والله نفسي مصطفى شعبان ياخدني أمثل معاه، أو أبوك خدني في الخزنة اللي أنت كنت حاطط فيها كمية الفلوس دي، حطني فيها بس مش عايز تاني أكتر حاجة أكتر من كده. المداح، المداح من المسلسلات الحلوة، ولو هتكلم عليه هقول لك إن هو من أكثر من المسلسلات مشاهدة في الأربع سيزونات اللي فاتوا. ولكن السيزون ده خليني أقول رأيي بقى، يعني أصل مش المداح مش صلى الله عليه وسلم يعني. مداح الجرافيك بتاعه وحش أوي أوي. قصته حلوة ماشي، أنا ما عنديش مشاكل. الكلوز اللي بيقفل على وش الجن، كان بقى اي واحد فيهم اذا كانت الست او الراجل او حتى حماده هلال نفسه، هو مستفز بالنسبه لي قوي قوي. لو مش مستفز بالنسبه لك فعادي، يعني دي اراء، نختلف نتفق انا وانت، ما مش هنضرب بعض. انا صح، انت هتعمل لي فيها حسن شحاته. اشتغل. العتاوله، انا زي ما قلت لك العتاوله انا بحس ان التيك توك طفح على وشي مجموعه سكتشات مع موسيقى تصويريه اوفر. مش شايل المسلسل غير اتنين حقيقه، باسم سمره نجم وصحي وعشرة على عشرة. وطارق لطفي. اتقل بس يا نصار. لولاهم المسلسل اقسم بالله ما هيتشاف، لان فيفو عبده ادائها مبتذل جدا. بس لا انت ابني وانا لازم اقول لك. احمد السقا اداؤه حلو، مش هضحك عليك، ولكن مش بنفس قوه السيزون الاول. يعني لو هنيجي نقارن العتاوله واحد ولا العتاوله اتنين، اركن العتاوله اتنين ده ارميه في الزباله خالص، خليك في العتاوله واحد. ده رايي وانا حر، انت كمان حر تقول لي رايك في الكومنتات، مش هعترض. اشغال شقه جدا. شوف انا من الناس اللي بتحب هشام ماجد قوي، تمام، ومقتنع 100% انه ممثل تقيل قوي ويقدر يقدم لك كوميديا جديده وحلوه من غير ما يضحك، وده كان صعب قوي وما بتلاقيهوش غير في ممثلين معينين، منهم سعيد صالح، منهم عادل امام مثلا. فهشام ماجد بيقدم نوع الكوميديا دي تقيل، ولكن بتحط نفسك في مواقف تخليني اقول افيه ما ينفعش طفل يفهمه. دي انا شايفها فلتة مش حلوه في مسلسل اشغال شقه جدا. جوه فين؟ اشغال شقه واحد معرفش، كان ما خدتش بالي كان في افيهات زي كده ولا لا، قول لي في الكومنتات، انا بسالك انت، كان في ولا ما فيش؟ السيزون التاني انا شايف ان في، لا في افيهات. اسماء جلال اصلا هي فتنه لوحدها. البرامج والمسلسلات اللي اتعرضوا كتير، منهم مثلا مدفع رمضان اللي محمد رمضان دايما بيحب السبوت يبقى عليه، فمش هتكلم عنه. رامز جلال الإفيهات المعادة بتاعت كل سنة، نفس الضيوف اللي بيجيبهم كل سنة، فدي برضه حاجة من الحاجات اللي خلتني أزهق. يا عم أنت في أنت ما بتزهقش، بكلمك بجد والله، أنت عندك 50 سنة بشعرك اللي أنت سابه أصفر أبيض في أخضر ده، ما بتزهقش. خلاص، شوف حاجة جديدة نقدمها مع بعضينا ونتكلم عنها، وأنت تشوفنا وإحنا نشوفك، ويبقى التايم لاين غرقان رامز 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 زي أول 3 4 سنين أنت عملتهم. المسلسلين اللي شدوا فضولي وخلوني أكملهم للأسف إن هما كانوا من 15 حلقة بس. واحد كان ولاد شمس، اتنين عبد العزيز النص، وده هحكي لك الحكاية بتاعته بعد ما نخلص كلام على أولاد شمس. ليه؟ لأن أولاد شمس كان مفاجأة بالنسبة لي. ورزقنا برزق الواد اليتيم اللي خدناه نربيه ده. أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، والحقيقة إن محمود حميدة في المسلسل ده جامد جدا بأدائه وحركاته وأكشناته وطريقة كلامه وطريقة لبسه، يديك إحساس إنك ممكن تحبه في لقطة وتكرهه في لقطة، فدي حاجة من الحاجات الحلوة. عيب المسلسل الوحيد الموسيقى التصويرية، كل أزماتك في الموسيقى التصويرية مع المسلسلات كلها والله يا ابني افهمني. في مواقف انا ينفع احط فيها موسيقى تصويريه تخليني اتعاطف مع المسلسل وهو بيسرد الحكايه اللي هو عايز يوصلها لك، وفي موسيقى تصويريه ممكن تخليك تقفل ودنك وتترجم الكلام عن طريق الشفايف، وده بيحصل في بعض اللقطات اللي بشوفها في اولاد شمس.
ما علينا، مسلسل حلو. طه دسوقي اداؤه جامد جدا. انا شايف ان طه دسوقي بصراحه يعني من الناس اللي بقت تشيل مسلسل وتشيل فيلم لوحده. طه دسوقي ممثل تقيل. طب انا برشح لك ولاد شمس لو انت ما بتشوفوش، جدا، لانه مسلسل حلو. ولو انت مش عارف قصته، فقصته بدون حرق سريعا كده ان في دار اسمها دار الشمس للايتام، اللي بيرقصها محمود حميده، واللي موجود فيها مجموعه شباب منهم احمد مالك وطه دسوقي. فبتدور الاحداث ان الثلاثه بيخشوا في صراع مع بعضهم عشان بيكتشفوا ان محمود حميده شغال شغل شمال. ده من غير حاجه. مسلسل يستاهل، يستاهل. اخر حاجه بقى واللي هحكي لك عنها وهو مذكرات نشال. بص يا سيدي، عبد العزيز النص شخصية كتبت مذكراتها واتنشرت في 1930. كان نشال وتاب، ولما راح اتجوز حلف يمين طلاق 3 إنه مش هيرجع للحرام تاني. وبالكام قرش اللي هو كان عاملهم من النشر، بيبتدي أخينا عبد العزيز النص يفتح دكان، وبيشتغل فترة والدنيا بتبقى تمام وأشياء على المعدن زي ما بيقول في المذكرات بتاعته. بيحصل الاحتلال البريطاني اللي جه خراب على أخينا النشال الجميل عبد العزيز النص. فبيضطر يقفل المحل ويصفي، والدنيا بتوديه شمال ويمين شوية لحد ما بيشتغل كمساري في التجارة. ومن هنا بيحس عبد العزيز النص إنه شغال في وظيفة مش بتاعته. تبتدي الأيام تروح وتيجي تروح وتيجي لحد ما بيزهق وبيتفصل، والدنيا بتخبط فيه وبيخبط فيها، وبيضطر إنه يرجع للشمال تاني. بس قبل ما بيرجع للشمال تاني بيكتشف هنا إن صاحبه والمعلم بتاعه اللي معلمه الصنعة أو اللي معلمه النشل، ما هو النشل كان زمان كان صنعة أصلا، وقبل ما نبقى أنا وأنت كده نشالين قد الدنيا. فبيموت المعلم بتاعه، وبيضطر إنه ياخد مراته وابنه زقزوقة واللي موجود في المسلسل برضه في أوضة لوحدهم. هيتجوزها بعد كده، هيتجوزها بعد كده، ولكن هو بيكتشف ان زقزوقة ده في شيء كويس، فبياخده يربيه ويتبناه وبيعلمه النشل، وبيبقى المعلم بتاعه. بيروح هو وزقزوقة اسكندرية يكونوا شوية فلوس ويرجع تاني يشتغل في النشل لحد ما بيقرر انه يتوب توبة نصوحة ويفتح محل في العتبة الخضراء يا منطقتنا. أحلى تحية يا اسطى لو أنت من العتبة أو الجمالية أو باب الشعرية أو شارع الجيش والحسنية، كل المناطق دي فوق دماغي. ولو انت منها اعمل لنا سبسكرايب، ولو انت مش منها برضه اعمل لنا سبسكرايب. كل الكلام ده موجود في المسلسل، وده حقيقة. اللي مش موجود في الحقيقة وموجود في المسلسل إنه كان راجل وطني وكان عنده أخ اتحبس عشان كان ضد الإنجليز. كل ده مش موجود في المسلسل. دي الدراما بقى، واللي أحمد أمين واخدها في حتة تانية خالص. دي ست غلبانة عادي. اللي فيه كمان أداء استثنائي لحمزة العيلي وأسماء أبو اليزيد. ايه؟ طب ما اجي انا مكانه. كوميديا مش كتير في المسلسل. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تخليك تسأل ليه أحمد أمين أصلا واخد الدنيا في حتة كوميدية خالص. ولكن أنا شايف إن الموضوع لذيذ. حلقات فيها رتم بطيء شوية بس برضه بيشوقك، لأنه 15 حلقة. فأنا متأكد إن السبع أو الثمان حلقات قبل النهاية دول أو النص التاني من المسلسل تبقى الأحداث فيه أسرع والريتم بتاعه أسرع، والكوميديا فيه أنا متأكد إن هي هتكتر شوية، والدراما كمان لان هيبقى هو شخصيه وطنيه بقى ومؤسس قيادي وبتاع. تخيل انت نشال بيبقى مؤسس حاجه كده زي الثوره، فاهمني؟ فدي فيها حته حلوه، واحمد امين ممثل شاطر هيعرف يعملها بطريقه. كل ده ما كانش موجود في المذكرات نفسها. المذكرات بتحكي عن ان شخص كان نشال وتاب بس. المسلسل بيحكي لك حته دراما تانية. عجبني فيه برضه حته الكلوز اللي بيقفل على وش الممثل في نهايه المسلسل، واللي بيبتدي المسلسل أو الحلقة اللي بعدها بنفس الممثل بأحداثه المختلفة. دي حاجة من الحاجات الحلوة. كل ده أنا هتكلم عليه تحليلا، بس لما حضرتك تمن علينا كده وتعمل لنا سبسكرايب وتستنانا في الحلقات الجاية إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب، نشوفك في فيديو جديد. ده كان رأيي في أولاد شمس وعبد العزيز النص. باقي كله هترمي في الزبالة عادي جدا. لو أنت ليك رأي تاني اكتبهولي. نشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.